من هو جيفري إبستين؟ جيفري إبستين هو ملياردير أمريكي عمل في بداياته مدرسا لمادة الرياضيات قبل أن ينتقل لاحقا إلى عالم المال كمستشار مالي. تمكن مع مرور الوقت من بناء شبكة علاقات واسعة ضمت رؤساء دول وملوكا ورجال أعمال وشخصيات مؤثرة ومشاهير عالميين. امتلك إبستين جزيرة خاصة في البحر الكاريبي ضمن جزر العذراء الأمريكية، عرفت إعلاميا لاحقا باسم جزيرة الفضيحة بسبب القضايا التي ارتبطت بها. كيف بدأت قضيته الإجرامية؟ تعرف إبستين على جيلين ماكسويل ابنه رجل الإعلام البريطاني الراحل روبرت ماكسويل، والتي أصبحت شريكته المقربة. وبحسب التحقيقات أسسا معا شبكة لاستدراج فتيات قاصرات دون سن 18 عاما وتقديمهن إلى شخصيات نافذة مقابل المال. كانت الفتيات يستقطبن غالبا من عائلات فقيرة أو من بيئات اجتماعية هشة عبر وعود زائفة مثل المنح الدراسية أو فرص العمل، ليتم بعد ذلك استغلالهن جنسياً. أول فضيحة والتهرب من العقاب. في عام 2005 تقدمت عائلة فتاة قاصرة في ولاية فلوريدا بشكوى رسمية، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق كشف عن شبكة استغلال جنسي لقاصرات. ورغم خطورة الأدلة، انتهت القضية عام 2008 بصفقة مع النيابة العامة حصل بموجبها إبستين على حكم مخفف. قضى إبستين 13 شهرا فقط في سجن خاص، وكان يسمح له بالخروج نهارا لمزاولة عمله، في خطوة أثارت استياء واسعا. تشكيكا في نزاهة، العدالة، الاعتقال الثاني والموت الغامض. في يوليو تموز 2019 أعيد اعتقال إبستين على خلفية تحقيقات فيدرالية جديدة تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات. وبعد أقل من شهر عثر عليه ميتا داخل زنزانته، وأعلنت وفاته رسميا على أنها انتحار. إلا أن ظروف الوفاة أثارت الكثير من الشكوك، من بينها تعطل كاميرات المراقبة، غياب الحراس أو تقصيرهم، كونه تحت تصنيف مراقبة مشددة نظرا لحساسية قضيته، ما فتح الباب أمام نظريات تقول إنه قتل لإسكات معلومات خطيرة، وهي فرضيات لم تثبت رسميا. ماذا تحتوي وثائق إبستين؟ الوثائق التي كشف عنها لاحقا والمنسوبة إلى ملفات قضائية أمريكية تضم قوائم أسماء لشخصيات زارت جزيرته أو استخدمت طائرته الخاصة المعروفة باسم طائرة لوليتا، مراسلات إلكترونية مع سياسيين ورجال أعمال ومشاهير، إفادات لضحايا قاصرات يصفن فيها تعرضهن للاعتداء، مستندات مالية وصور اعتبرت مثيرة للريبة. الملاحظة مهمة: الوجود في الوثائق أو سجلات الطيران لا يعني بالضرورة الإدانة القانونية. أبرز الأسماء التي ورد ذكرها مع التوضيح: دونالد ترامب ورد اسمه في الوثائق عدة مرات مع وجود ادعاءات من بعض الضحايا دون صدور إدانة قضائية بحقه. بيل كلينتون ذكر كزائر متكرر وقد نفى أي علاقة غير قانونية. الأمير أندرو بريطانيا وجهت إليه اتهامات بالاعتداء على قاصرة وتم تجريده من ألقابه الملكية وتسوية القضية مدنيا دون اعتراف بالذنب. بيل غيتس ظهرت مراسلات بينه وبين إبستين وقد أقر بلقائه ووصفه لاحقا بأنه خطأ. إيلون ماسك ورد اسمه في مراسلات تتعلق بدعوى لزيارة الجزيرة، لكنه صرح بأنه لم يلبها. شخصيات عربية تحدثت تقارير إعلامية عن أسماء من دول عربية دون نشر أدلة قانونية رسمية، وما كشفته من خلل في العدالة وحماية أصحاب السلطة. ولا تزال كثير من الأسئلة بلا إجابات، فيما يبقى جزء كبير من الحقيقة حبيس الملفات المغلقة. أخطر المزاعم المتداولة غير مثبتة، ادعاءات بوجود طقوس غامضة أو ممارسات شاذة نقلتها بعض إفادات الضحايا دون تأكيد قضائي. نظريات تتحدث عن علاقة استخباراتية لإبستين بزعم استخدامه لجمع معلومات لابتزاز شخصيات نافذة، مزاعم عن تمويل من عائلات مالية كبرى عبر تحويلات مشبوهة لم تثبت قانونية، تحليلات سياسية تربط توقيت تسريب الوثائق بأحداث دولية كبرى في إطار تشتيت الرأي العام. الخلاصة: قضية جيفري إبستين تعد من أخطر وأعقد القضايا الجنائية في العصر الحديث، ليس فقط بسبب الجرائم نفسها، بل بسبب شبكة النفوذ الواسعة التي أحاطت بها، وما كشفته من خلل في العدالة وحماية أصحاب السلطة. ولا تزال كثير من الأسئلة بلا إجابات، فيما يبقى جزء كبير من الحقيقة حبيس الملفات المغلقة.